خلينا نتكلم بشكل افضل كجمهور اهلي وزمالك كبنفهم في الكوره. ان لاول مره في التاريخ شبه بتتهد غرفه نادي الاهلي، لاول مره في التاريخ بيحصل الطفره الكبيره جدا دي ما بين اللعيبه. اول مره اللعيبه تبص لبعض كده وكله عاوز عقوداته تزيد. كل ده حصل في نادي الأهلي بعد ضم أحمد سيد زيزو بالرقم الكبير جدا اللي انضم في بيه لنادي الأهلي. وما ننساش المشكلة اللي الأهلي واجهها مع حسين الشحات، اللي المشكلة دي شبه ابتدت تنتهي لإقلاع اللاعب من الفريق. ننساش ان كده كده احمد سيد زيزو زي ما قلتها اخره مع نادي الاهلي سنة وست شهور. دي سنة وست شهور كتيرة جدا عليه والله. ما ننساش ان الاهلي اكتشف اصابة مزمنة في كتف امام عاشور، وخلاص وبيبحثوا عن عرض لبيع اللاعب في اسرع وقت، بس هيبيعوه برقم كبير جدا، خصوصا ان اللاعب لسه صغير والفريق اللي هينضم له هيقدر يديه كتير. وجماهير نادي الزمالك استنوا تقديمة البرومو بين كايدي واحمد شريف. ونتمنى الأسوأ للأهلي دائما والاستقرار لنادي الزمالك لأكبر قلعة رياضية في مصر. وأخيرا ما ننساش إن الأهلي ابتدى يتفاوض مع حامد حمدان بعد ما نادي الزمالك فشل في الصفقة الكبيرة دي. بس عايز أرجع وأفكركم إن بتروجيت بعد إنهاء تفاوض نادي الزمالك مع حامد حمدان إن بيقول في البيان ده إن هو لسه متمسك باللاعب وقفل ملف بيعه نهائي. فأدينا مستنيين، هل نادي بتروجيت فعلا هيتمسك باللاعب ولا عند الأهلي هيقول له سمعا وطاعة؟